شو؟ معقولة راحت مع ياش ولتعمل ذكرى وفاة أربيتا؟ ايه مرت أخي، أنا ما عم أفهم شو قصدها بهالشي. لو كانت وحدة تانية ما سمحت لزوجها يعمل مراسم ذكرى وفاة مرته، كانت ماتت من الغيرة. بس هي راحت ورا ياش وصارت تساعده كمان. بصراحة آرتي لغز، الله أعلم شو ممكن يكون بعقلها. بالمناسبة عمتي معها حق مشان آرتي، كتير صعب تعرفي شو في بعقلها لآرتي. لسه مبارح أخي ياش صرخ عليها قدام الضيوف وصارت مشكلة كتير كبيرة، واليوم راحت معه مشان ذكرى أربيتا. هي معقول صاير شي لعقلها؟ مرت أخي، معقول تكون آرتي وقعت بحب أخي ياش؟ يعني قصدي حتى البهدلة من الحبيب بتكون حلوة كمان، وبعدين حتى العيوب بتختفي كمان بالحب. شو؟ معقول هالشي؟ ايه أكيد معقول هالشي، ليش لا؟ لا، ما بتصور إنه آرتي بتحبه لأخي ياش. قصدي بتكون قالت لحالها إنه هن بس أهل آنش وبالاك وبيال، هاي العلاقة الوحيدة بيناتهم. وعلى فرض إنه سلفتي آرتي بتحبه لأخي ياش، طيب مو لازم تغار عليه شوي؟ خاصة بيضل يفكر بمرته الأولانية. ايه صح. وكمان آرتي ما اشتكت من هالقصة أبداً، وعايشة بنفس الغرفة وما اعترضت. وهنيك في كتير صور وذكريات لأربيتا بالغرفة تبعه. فيدهي، نحن هلأ لازم نعرف شو يلي عم يصير مع مرت أخي، وبس الخالة شو بها فيها تعرف، لأنه هي مو بس أمها، هي رفيقتها كمان. ايه والله معك حق أخي براتيك، بس خالي شو بها فيها تعرف. إذا آرتي طلعت حابة معناتها نحن لازم نساعدها. أنا بعتقد بمجرد ما يحصل هذا الشي حتى ياش ما رح يقدر يهرب من حب آرتي. بس ما رح نقدر نحكي مع الخالة شو بها هون. قصدي بعد اللي صار مبارح أكيد ما رح تيجي لهون. شو رأيك مرت أخي؟ نحن منروح لعنده ومنقلها. إيه؟ هيك أحسن. مرت أخي الطبخة. شو الضرورة لحتى نتصل بالست شوبها؟ رح يصير في ضجة مرة تانية. انت رفضت تنعمل ذكرى وفاة أربيتا بالبيت وياش احترم رأيك، لهيك راح لبرا ليعمل هذا الشي. وبعدين اجت آرتي ولحقته إله كمان. إذا لهيك طلبت من شوبها تجي لهون، يمكن تقدر تشرح لآرتي. شوبها لازم تشرح لآرتي هلأ إنها كزوجة لازم ترشد ياش على الطريق الصحيح. أنا مو موافق على الشي اللي عم يعمله ياش، ما بدي زمام أمور هالبيت تفلت. آرتي فيها تعمل شو ما بدها، بس هي لازم توقف ياش عن الضياع. هاي واجبات المرأة تجاه زوجها، شوبها الوحيدة اللي بتقدر تشرح لها وبطريقتها كمان. طيب بس بكفي جاتري، بكرة شوفي الفرق يلي رح يصير لما تشرح لها. نحن لازم نقول لشوبها إذا كانت حابة تشوف بنتها سعيدة دائما بهالبيت معناتها لازم تعمل هالشي. لازم تمحي صورة أربيتا من عقله وتاخد هذا المكان لنفسها. بس بهالطريقة بيصير الوضع أفضل.
وقفي كنتيه. رحتي مع ياش لتشاركي بذكرى وفاة أربيتا؟ هالشي ما بيصير. أي نوع من الزوجات أنتي؟ كنتي لازم تبعدي ياش عن ذكريات أربيتا. أنتي لازم تنقليه من الماضي للحاضر، وإلا شو الفائدة من الزواج؟ أنا أعطيتك مهلة 3 شهور، وبهال3 شهور هي لازم تخلي ياش يرجع الشخص اللي كان من قبل. الشخص يلي ما بيدور على حياته بالصور، الشخص يلي له مكان بعيلته، بالإضافة لمرته يلي هي عايشة كمان هون. يا ريت تشرحي لبنتك. بما انه نحن بيت حماها، مالنا متوقعين الكتير منا، وبنقدر كمان نخلي 10 خدام ينتبهوا على أولادنا. بس شو مشان حاجات ابني ياش، شو بها انت كمان لازم تعرفي انه نحن ما جبناها لأرتي بس مشان تكون ام لبالاك وبيال بهذا البيت. لا تنسي نحن عملنا زواج تاني إلها ولياش، وعطيناها مكان زوجة ياش الأولانية، وهي لازم تقوم بكل واجباتها كزوجة. الزواج بيثمر لما الزوج والزوجة بيقبلوا بعضهم بالقلب والعقل، هو مو بس الركض ورا الأولاد. وإلا بهالطريقة هي رح تضيع نص حياتهم، وإذا ياش مانو قدران ينسى أربيتا فأرتي لازم تساعده. بصراحة هي لازم ترجعه على الواقع، وكل ما كانت أسرع بفهم مسؤولياتها بيكون أفضل إلها، وإلا فهمك كفاية. رح تخليها تفهم؟ فهميها، لازم تفهم، لازم تسعى ورا زوجها، علميها. بصراحة لأني ما بتمنى إنه هالشي يوصل مرة تانية لبيت أهلها. بصراحة لأنه إذا وصل هالشي لبيت أهلها مرة تانية، وقتها بحلف بربي إنها رح تقضي كل حياتها ببيت أهلها. مو هيك كان عم يقول أخي وهو ماشي؟ آرتي مانا بحاجة لتسعى ورا ياش. الاتنين أذكياء وناضجين كمان، وبيعرفوا تماماً كيف يحترموا مشاعر بعضهم. هيك لكان بعد الضجة اللي صارت مبارح لساتك عم تفكري بهالطريقة؟ ايه، بالرغم من كل شي صار مبارح وهن لساتهم مع بعضهم، فهالشي بيعني إنه لسه بيحترموا بعض، وهذا الاحترام هو أساس علاقة الزوج مع الزوجة. وعلى قد ما بيكون الأساس قوي بتقوى العلاقة بيناتهم.
ويا مايا، هالشي ما بينطبق بس على علاقة الزوج والزوجة. شو ما كانت العلاقة، الشخص المقابل عليه جزء من الاحترام كمان. وقتها ممكن الاحترام يسود بأي علاقة. إذا ما في احترام بتكون العلاقة مثل اللي عم يبني بيت من دون أساسات ماكنة بالأرض، وهذا الشي أكيد بخليه يوقع من أول عاصفة بتجي. مايا، كل ما عطينا العلاقة وقت لتنبنى كل ما صارت أقوى. ورح تشوفي علاقة ياش وبنتي آرتي رح تنبنى بهي الطريقة، وهيك بالمستقبل ما رح توقف بوشهم أي مشكلة. تعالي حبيبتي. في فرق كتير كبير بين الحكي هاد واللي ممكن يصير على أرض الواقع. حتى لو وافقت إنه آرتي بتحترم ياش، ما رح استسلم حتى تقدر تلاقي مكان بقلب ياش، حتى لو مكان صغير. بس ما بعتقد إنه هي البنت المؤهلة لتكون ملكة قلب ابن أخي ياش. آرتي، ثيابك تبلل وروحي غيريهم. مرحبا خالتي. أهلين حبيبتي. أخي براتيك، أعطي هالتياب لياش، تيابه مبللة، وإذا بتريد نشف له شعره وإلا رح ياخد برد. ايه حاضر. أنا وأخي براتيك كنا رايحين على بيتك لنشوفك ولقيناكي هون. هن نادولي لهون حتى أشرح لبنتي آرتي. إيه عرفت بهالشي. كنتي بدك تقولي لي شي؟ إيه خالي أنتي شو بتعتقدي؟ ليش آرتي عم تهتم كتير بأخي ياش؟ ليش كانت كتير خايفة إنه ياش يتبلل بالمطر وأخدت له شمسية وكمان ضلت قاعدة جنبه طول الوقت؟ أنا بدي أعرف رأيك يا خالي. معقول هي كلها إشارات إنه آرتي صارت تحبه لأخي ياش؟ أنت عم تسألي وتجاوبي كمان. لكون صريحة، وحدة آرتي فيها تجاوب على هذا السؤال. هاي الافتراضات ما رح توصلنا لأي مكان. بس خالتي لتعرفي الجواب لازم تسأليها صح؟ وانتي يلي رح تسأليها هالسؤال لآرتي. الحق معك. إذا أنا حابة إني شوف بنتي سعيدة بحياتها العائلية، أنا لازم أعمل هذا الشي، لأنه هي مسؤولية أم البنت. حبيبتي خليني نشف لك شعرك عادي. آرتي، أنا سألتك هالسؤال قبل هالمرة وهلأ رح أرجع عيده. أنتي بتحبي ياش؟ ماما لاحقين على الحكي. بالأول شو بتشربي، شاي ولا قهوة؟ أنا رح أشوف. لازم تشربي شي. لا آرتي، لا تحاولي تتهربي مني. هالمرة بطلب منك تجاوبيني. انتي معجبة بياش مو هيك؟ وقعتي بحبه صح؟
ماما أنا خبرتك هالشي من قبل وهلأ رح أعيده. أنا وياش في بيننا الاحترام لبعض، ما في حب. ما في حب؟ معناتها قليلي شو هاد اللي عم تعمليه؟ رحتي مع ياش ليعمل ذكرى وفاة أربيتا وتحت المطر كمان. ليش؟ قليلي. أرتي، في وحدة بتروح مع زوجها ليعمل شعائر ذكرى وفاة مرته المتوفية؟ لا، حتى ما رح ترضى توقف وتشوف هالشي وانتي رحتي معه بنفسك. وانتي ما عملتي هاد الشي مشان مصلحة الأولاد ولا هي من واجبات المرأة. معناتها شو الرابط يلي شدك وأخدك لهنيك؟ جاوبيني آرتي، قليلي. أنا رح قلك ليش رحتي لهنيك. انتي بدك تشوفي ياش مبسوط. انتي وافقتي وقبلتي انه سعادة ياش مرتبطة بأربيتا. هالشي يلي مو سهل ولا على أي مرة إنها تقبله. كتير صعب على أي وحدة تتقبل هاي الحقيقة، إنه زوجها لحديت هلأ وبعد كل هالوقت بحب مرته الأولانية. آرتي، بعد كل هاي التصرفات يلي عم تعمليها، هاد الشي بدل إنك أنتي بتحبيه. ليش عم تكذبي على حالك يا بنتي؟ ليش؟ ماما أنا ما عم كذب على حالي، وليش لحتى كذب؟ أنا ما بحبه لياش، لأنه منحب مرة واحدة بحياتنا. وبالنسبة لياش أول حب إله هو أربيتا. ما في مجال للحب بيناتنا أبداً. ماما أنا كتير بحترمه لياش، وهو كتير بيحترمني، وهذا كل شي. أنتي ليش ما عم تقبلي هذا الموضوع؟ في كتير أزواج بالعالم يعني ما بيحبوا بعضهم، بس بيحترموا بعضهم كتير، ولهالشي هن مكملين. بعدين أنتي ليش ظنيتي إنه علاقتي بياش هي علاقة حب؟ ليش؟ مرت أخي ياش حرارته كتير عالية، جسمه مثل النار، تعب بسرعة. هو بغرفة الأولاد. شو هاد إذا مانو حب يا آرتي؟ أنا بعرف إنك ما بتكذبي. بالحقيقة أنا بقول إنه أنتي لسه لهلأ مانك مصدقة إنك بتحبيه لياش. براتي كان معه حق، جسمك مثل النار من الحرارة. طلبت منك تروح لعند الدكتور بس أنت ما اهتميت. أنا رح أجيب لك الأدوية. آرتي، ما بقدر أخذ أي دواء، أنا صايم، يعني ما فيني أشرب مي. صايم؟ وبلا مي؟ بس ياش هاي الحرارة ما بتنزل من دون أدوية. آرتي، ما في ضرورة، أنا منيح، لا تقلقي.
طيب لو سمحت تسطح. أنا هلأ برجع. جبت لك ورق الريحان المغلي لتستنشق بخاره. هلأ بترتاح. تفضل. آرتي، قلت لك ما في ضرورة. أنا منيح. بس ياش إذا بتريدي روحي. هو مو منيح أبداً، بس ما بده يستنشق البخار. شو لازم أعمل؟ حماتي ياش حرارته كتير مرتفعة وعم يقول إنه صايم، لهيك ما قدرت أعطيه أدوية وماني عرفانة كيف بدي أتصرف. هو تبلل بالمطر، أكيد هذا هو السبب، ويبدو بوقتها أخذ برد كتير. حتى مو قبلان إنه يستنشق بخار الريحان السخن. أفضل شي نحط له مرهم. استني. تعي رح أجي معك. يا تري ما في داعي تروحي، كنتي أرتي هي اللي بتحط له إياه. بس حرارته كتير عالية، تعرف إنه ما رح يطلب شي من حدا، رح يتحمل كل شي على الساكت. هي جديدة هون ومانا متعودة على طبعه. وطول ما أنت عم بتقومي بكل مسؤولياتها هي رح تبقى جديدة دائما. قليلي كيف رح تعرف طبعه؟ طيب بس هالمرة اسمح لي. الأهل ما بيضلوا مع أولادهم دائما، بالأخير رح يعيشوا مع بعضهم وبس. ديري بالك عليه. ياش كتير بعصب بس يمرض. آرتي ما رح تعرف، خليني أنا أروح لعنده. لإمتى رح تضلي معلقتي فيك يا جياتري؟ إذا ما غيرتي عادتك هي، ياش رح يضل دائما وحيد مع إنه هو متزوج. طول ما إنه آرتي ما رح تخدمه بنفسها وتكون بعيدة عنه وما تهتم فيه، بهالحالة ما رح يحسوا بالألف بنوب. حابة تشوفيهم مثل نهايتين لنهر؟ معناتها بتعملي كل اللي بقول عليه. آرتي، وهلأ شو جايبة؟ بعرف ما رح تستنشق البخار وما رح تاخد الأدوية لأنك صايم. لهالسبب حماتي طلبت مني إني حط لك هذا المرهم ورح يخليك ترتاح. مرهم؟ آرتي أنا بصراحة ما بحط مرهم. ياش انت مريض شي بابا؟ عندك حرارة؟ آرتي أنا قلت ما فيني حط مرهم لأنه يعني بيحرق كتير. إذا بتريد حطه بابا، بس هيك بتصح فوراً. لما أنا كنت أمرض مثلك ماما كانت تعمل لي نفس الشي. هلأ أنت مو شاطر بابا؟ ليكي آرتي، مرهم ما بدي، فهمتي؟ اسمع ياش، أنت لازم تحط المرهم، بيحرقك شوي وبس. الصبح رح تصير أحسن بكتير. وهلأ بتشوف رح يخليك تنام وأنت مرتاح، ولما رح تفيق الصبح رح تلاقي الرشح كله خالص.
خالي، كان معك حق. هذا الحب مو شي تاني. كنا كلنا دائما قلقانين على أخي ياش، كان بدنا نكون معه بس ما فكرنا أبدا إنه من الأفضل آرتي هي اللي تكون معه بهيك وقت. بهالطريقة بيتقربوا من بعض. ايه، لهيك أنا خبرت آرتي عن صحة أخي ياش التعبانة. عرفت إنه طالما خبرتها رح تصير تدير بالها عليه. أنا كتير مبسوطة هلأ لأنه انتوا اتنين عم تهتموا وتفكروا ببنتي آرتي. ليش لا خالتي؟ ما في حدا بيناسب أخي ياش مثل مرت أخي آرتي بكل هذا الكون. أنا صار لازم روح. السبب يلي أخي جابني فيه لهون يبدو بلش يمشي. بقصد يعني بما أنه هيك صار مو صح كل يوم إجي. خالتي، ما تقلقي، ما تقلقي بالمرة على أخي ياش ومرت أخي آرتي. بقصد يعني إنه رح نوصل لك عطول أخبارهم، والحب يلي مخبيته بقلبها مرت أخي آرتي لأخي ياش نحن رح نخليه يبين. ماشي، بخاطركن. مع السلامة. شعير؟ آرتي أنا ما باكل شوربة شعير. يا أولاد تعالوا لهون. نعم ماما. بدي تقولوا لبابا ياكل شوربة الشعير. يلا كلا بابا. حبيباتي أبوكن ما بيحب شوربة الشعير، ماشي؟ طيب ماشي، إذا هلأ ما بدك تسمع منا معناتها نحن لما نمرض كمان ما رح نسمع منك أبداً. مرت أخي، مبين إنه آرتي كتير بتحب أخي ياش، بس المشكلة ما اعترفت. ليكي هاي الشغلات يلي عم تعملها كلياتها حجة. الحقيقة هي إنه مرت أخي ما بدها تسمع لقلبها. أنت أكيد معك حق. خالتي، أنا أبداً ماني غلطان. أنا تزوجت بعد حب. الحب يلي مبين بعيون مرت أخي آرتي شي كتير واضح، بس المشكلة ما عم تعترف فيه. لازم نحاول نخلي آرتي تقتنع إنه هاي المشاعر يلي عندها لياش هو الحب وبس. إيه خالتي، بس كيف؟ لأنه هي عم تقول إنه الحب بيصير بس مرة مو مرتين. هاد هو سوء التفاهم يلي لازم نمحيه. نحن لازم نفهم آرتي إنه الحب ما بيعرف لا حدود ولا وقت، وكل الأفكار ممكن تتغير بس يظهر الشخص يلي منحبه. ياي هالشي كتير رائع. الظاهر خالتي إنك تزوجتي عن حب، صحيح؟ لا لا حبيبتي، زواجنا انعمل من قبل أهالينا، زواج مدبر، بس بعدين كبر الحب بيناتنا. يعني نفس القصة مع آرتي هلأ. طيب خالتي، كيف بدنا نخلي مرت أخي تعرف؟ لازم يكون في إشارات عن الحب تماماً مثل المرض. شو مرت أخي؟ معقول عم تشبهي الحب بالمرض؟ لا حبيبي، فيدهي مانا غلطانة، حتى الحب بيعطي إشارات.
رح خبرك هلأ 3 إشارات بتدل على هذا الشي. هاتي الأولى. أول إشارة للحب، بالرغم من تمضاية ساعات مع الحبيب ما بتحس بالوقت، وكمان بحس الشخص إنه فوراً خلص الوقت. نقطة لازم نسجلها. صح أكيد. ثانياً، لما تحب حدا بتبلش تحس كأنه إلك الحق بهذا الشخص، مثل كأنه هو إلك وبس، ولا حدا بيقدر يتطلع فيه. أنت قصدك يعني منصير غيورين؟ لما حدا يقرب على حبك ويبلش يظهر حقوقه عليه بيصير هالشي ضايقك وبتصير تغار، وبمثل هي الحالة من الطبيعي الشخص يعمل أي شي. صح، نحن لاحظنا هالشي كمان. وبعدين؟ ثالث شي حبيبي، بالحب ما في غرور. ايه صح، بالحب ما في غرور. الشخص يلي بيحب ما بيهتم باحترامه أو إهانته، ما بيهتم أبداً. هو بس بيقلق على شي واحد، هو إنه الشخص اللي بيحبه لازم احترامه يضل محفوظ. ايه صح 100%. حبيبي إذا آرتي فهمت هال3 شغلات وقتها لحالها رح تعرف إنه هي بتحبه لياش. ايه بس كيف رح نشرح لها؟ شو هي طريقة؟ ما تقلقي، عندي طريقة. ماشي خالتي، رح نعمل مثل ما قلتي. وهالشي رح يخلي سلفتي آرتي تعرف إنه هي بتحبه لأخياش. معناتها أول شي لازم نحن نلاقي إشارة الحب الأولى، هو قديش آرتي بتستمتع بصحبة ياش. ولحتى نعرف كتير مهم إنه اثنيناتهم يكونوا سوا. ايه خالتي، رح نعمل تماما مثل ما قلتي. نحن من اليوم، قصدي نحن ال3 رح نسميكي معلمة الحب. تحيا معلمة الحب. ماشي خالتي، أنا رح سكر هلأ. ماشي ابني. هلأ بدكم تسمعوني كلكم لشوف قصة حب جديدة بعد قصة روميو وجولييت وعنتر وعبلة كمان. ياش وآرتي قمرين جداد عم بيضووا علينا. هالقصة رح تدخل التاريخ، بس وينكم؟ كل هالشي هذا اللي عندهم تعلموه مني أنا، لكن شو؟ عن جد ما أقوى. أنا رايح دور له للبطل على طريقة هلأ يقدر فيها إنه يقابل بالصدفة بطلته. نلتقى بعد الاستراحة. باي باي باي. صحيح سلفتي، أنا لازم روح مع بابا وماما. بالحقيقة في عرس ابن عمي، بروح وبرجع المساء. ايه ماشي. سميرتي بس تروحي على البيت تعملي لي مسودة تكون بالألوان الصحيحة، ماشي؟ ماشي. لازم نموذج العرض التقديمي يكون جاهز، ما بدي أي مشكلة بالمستقبل. حاضر أستاذ. سميرتي روحي بكرة بنلتقي بمكتب الوزير. حاضر أستاذ. أخي، شو رأيك تاخد استراحة قصيرة؟ على القليلة مشان تاكل. شكرا. عن إذنك. إيه سيد شارما؟ طيب ماشي. إيه مات؟ لا خليهم عندك. مرحبا سميرتي. أهلين. مو مشكلة. يبدو مديرك كتير مبسوط منك؟ ايه صح، وأنا كتير محظوظة لأنه عندي هيك مدير. معناتها أكيد ما عندك مشكلة يكون عندك شريك حياة مثل أخي ياش، صح؟ صح، كأنك عم تقرأ أفكاري. بالمناسبة عنا قريب بمومباي، هو صورة طبق الأصل عن ياش. هو حلو مثله وكتير بسيط ودائما جاهز للمساعدة. بيشتغل بشركة متعددة الجنسيات ومركزه كتير منيح. وكمان أي بنت بتتمنى هيك شاب بهالمواصفات. لهيك عم فكر بما إنه عيلتك هلأ مو بدهم ياك تتزوجي عن قريب وتستقري، صح؟ صح. معناتها ليش التأجيل؟ أنا بتصرف، رح أحكي معه وأخذ لك موعد منه. رح تروحي لعنده بالقطار بكرة الصبح. بكرة الصبح؟ ما بصير اترك هيك مشروع مهم للسيد ياش وروح هيك. خلص انت ما تقلقي مشان هالشي، انا رح اتصرف. كنا نعمل تخطيط الاعراس من قبل ما تيجي، صح؟ هيك فرصة ما بتتعوض، لانه هو كتير عم يجي عروض زواج، واذا لقى البنت المناسبة بتكون فرصتك راحت وانت ما تزوجتي. إذا أنا رحت بلكي السيد ياش ما قدر إنه يلاقي مصممة جديدة وقتها.
أنا لا ما فيني أترك السيد ياش. آسفة. ليكي سميرتي، كيف بدي اشرح لك؟ انا عم اعمل هالشي مشان اخي ياش. كان بدي اخي ياش ومرته، يعني مرت اخي، انهم يقضوا اكثر وقت مع بعضهم. هن تزوجوا عن جديد، واذا ما قعدوا مع بعض هلا امتى رح يقعدوا؟ شو؟ معناتها هي القصة. وطيب شو منشان الشغل يلي هون، وكمان بركي ما لقى مصممة جديدة. انت ما تاكلي هم، مرت اخي يعني زوجة اخي ياش رح تتكفل بكل شيء، هي مصممة شاطرة. بدي منك تحاولي تتفهمي الوضع، حاولي تعطيه اي حجة وتروحي. يعني انت ما رح تخسري شغلك، وهيك انا بنجح بتقريب اخي ومرت اخي. اذا بتريدي كلنا رح نستفيد. يلا بايال صرتي جاهزة، وهلأ صار دورك يا بلاك. ستي إذا بتريدي أنت اعملي لي شعري. يعني معقولة هيك؟ معقول؟ شو أخي؟ في شي مشكلة؟ ايه أخي، في مشكلة كبيرة. الحقيقة سميرتي المصممة عندها مشاكل ببيتها، وبدها تغيب لمدة 15 يوم. ل 15 يوم؟ بس بكرة عندك اجتماع مع الزبون صح؟ ولازم تقدم العرض بكرة؟ ايه أخي، صار علي كتير شغل، وهلأ ما بعرف شو بدي ساوي لبكرة. فعلا الواحد ما في يوثق بهالمصممين هالايام. بالمناسبة سميرتي مانا هيك. اكيد عندها شي مشكلة كبيرة، ما عندك الا حل واحد، وظف مصممة جديدة. مو سهل تلاقي مثل هيك مصممة منيحة وبوقت قصير. حكيت مع كتير عالم، بس كلياتهم مشغولين. ما بعرف شو أعمل. شوف ياش، أول شغلة لازم تعملها إنك تأجل الاجتماع بكرة. لا أخي، هالشي مو ممكن. أنا ملتزم معه، هذا بيأثر على سمعتنا، وإذا عملنا هالشي ممكن الزبون ينزعج ويعطي الصفقة لحدا تاني. ياش أنت بتعرف إني ما بقدر ساعدك بهالوقت. بالإضافة مثل ما بتعرف عني أنا كمان ماني مصمم شاطر. أنا رأيي إنك تحاكي العميل وتأجل الاجتماع، هذا أسلم حل. أخي براتيك، ليش ما بتساعد أخي ياش بالعرض التقديمي؟ انا بتمنى لو بقدر، بس انا مثل اخي بانكاج ما بقدر ارسم، لهيك ما بقدر ساعد. هيك لكان هلأ عندكم مشكلة كبيرة، وين رح تلاقي مصمم بهالسرعة؟ أنا بعرف وحدة مصممة، لا وهي كمان موجودة بيناتنا. مين؟ سلفتي آرتي. أنا؟ سلفتي أنا ليش؟ مو أنتي قلتي لي إنك خريجة فنون؟ إيه بس أنا ما في بس مرت أخي، اليوم عملتي رسمة كتير حلوة، رسمتي قوس قزح صح؟ ماما بتعرف ترسم كتير منيح. يلا وافقي آرتي بقى. ايه مرت أخي، صرتي مصممة أخي. لا مرت أخي، آرتي ما رح تقدر. الرسم والتصميم بيختلفوا عن بعضهم أخي، ولازم نقابل الزباين ولازم نقنعهم كمان، يعني ما رح تقدر. أخي ياش، أنت عم تستخف بربات البيوت وقدراتهم؟ أنت جربنا شي مرة وشوف كيف رح نثبت حالنا. شو آرتي؟ بس يا سلفتي أنا ما رح أقدر، وبالإضافة شفتي ياش رافض، وكمان الأولاد عندهم مدرسة، أنا لازم ساعدهم. ما رح أقدر لأني رح كون مشغولة بوظايفهم. ماما تعي خلينا نكتب وظايفنا. ايه بايال وانتي كمان. حبيبتي انت كمان روحي معهم. حاضر.
معناتها ياش وآرتي استنزفوا مجهودك الأول، ما هيك؟ ايه معلمتي الحب، وهلأ شو لازم نعمل؟ في عندي طريقة. شو هي؟ جياتري هي الوحيدة يلي بتقدر تجمعهم سوا. حماتي؟ لا خالتي هالشي. اسمعوني، جياتري الوحيدة اللي فيها تعمل هالشي. قولولي عرفتوا كيف؟ خالتي، هالشغلة مثل اللعبة حتكون بالنسبة لسلفتي برديهي، مو إلي. وللأسف برديهي راحت مع أهلها على عرس ابن عمها. كيف رح نعمل هالشي؟ رح جرب وشوف. ماشي حبيبتي، موفقين. مرت أخي، أنا متأكد إنك بتقدري. أنت كتير ذكية، صح؟ لا تحاول تتشاطر علي. أخي براتيك، شلون بدي خلي حماتي تعمل هيك؟ أخي ياج دائما عم بيكون مشغول، حتى ما عنده وقت يحك راسه. إذا آرتي قررت إنها تساعده بهيك وضع، شو اللي رح تخسره؟ لو بابا كان موجود كان فوراً قال لها بلحظتها كنتي روحي ساعدي ياش فوراً. وبعدين مو بابا يلي كان بده إنه أخي ياش وآرتي يقضوا أكبر وقت ممكن مع بعض؟ بس آرتي ما عندها وقت. كمان واجب المرأة إنه بس تراقب الأولاد. بس إذا قدرت تساعد زوجها وخاصة بهيك وقت كمان شي كتير منيح. صح حماتي؟ وينها آرتي؟ روحي ناديلها. أنا بدي إقلها لازم تساعد ابني بشغله. بس أنا بعتقد إنه آرتي ما رح توافق تساعده لأخي ياش، لأنه هي عندها كتير شغل وكتير عندها مسؤوليات لازم تعملها. الاهتمام بالأولاد وبأكلهم وبلبسهم ووظايفهم وبدروسهم وبالبيت. معناتها كيف رح يكون عندها وقت لكل هذا الشي؟ وفوق كل هالشي كمان أخي ياش مو موافق. انت ما تاكلي هم ياش، أنا بعرف أتعامل معه. هذا بيكون ابني وما رح يرفض لي طلب أبداً. أما بالنسبة لآرتي ما فيها تقول لا، ما رح يكون في عندها الجرأة. كنتي آرتي؟ قولي شو القصة؟ شو صاير لحماتي؟ ليش هيك معصبة؟ نعم ماما. اسمعيني، من اليوم وطالع انت بدك تساعدي ياش بشغله، مو بس بالبيت، كمان وين ما بيروح بتروحي معه. هلأ بهالفترة ياش كتير بحاجتك، وهي أنا عم بطلب منك شخصياً إنك تشتغلي مع ياش.